السلام عليكم. لو حضرتك أو حضرتك بتحب تشرب قهوة تركي، القهوة السوداء أمريكان كوفي أو بلاك كوفي، فالفيديو ده فيه حاجة مهمة جدا لحضرتك، لأن أنت لسه ما تعرفش يعني إيه فعلا أغلى فنجان قهوة اللي بيوصل ثمنه يمكن ل $150. وفكرة الحلقة دي ملهاش علاقة بالسعر المبالغ فيه لفنجان القهوة، اللي لها علاقة بكيف يتم تصنيعه. ونوع القهوة ده واخد اسم شيك أوي، اسمه بلاك ايفوري أو العاج الأسود، لكن لما تسمع تفاصيل طريقة تصنيعه هتراجع نفسك تاني في شرب القهوة. لو حضرتك مهتم تعرف تفاصيل الفنجان الغريب ده جدا من القهوة اللي بتتصنع حرفيا من فضلات الفيل، تعال ادخل حضرتك معايا على التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضرتك في حلقة جديدة من حلقات الخلاصة مع وائل. لو أول مرة تشوفني اشترك في قناة الخلاصة مع وائل على اليوتيوب، وتابعني على كل منصات السوشيال ميديا باسم وائل النجار علشان يوصلك الشورتس والريلز. تعالى أدخل حضرتك معايا على تفاصيل غريبة جدا عن أغلى فنجان قهوة موجود على مستوى العالم. سعر الفنجان الواحد بيتعدى $150، لكن فكرة الحلقة دي لها علاقة بإزاي بيتصنع البلاك ايفوري أو القهوة اللي بتطلع من باطن الفيل. بلاك ايفوري ده اسم القهوة، وده اسم شيك جدا، تحس كده القهوة دي براند عالي قوي، لكن انت في نهاية الحلقة ممكن تغير اصلا وجهة نظرك في معنى كلمة شيك حرفيا. طيب يا سيدي، القهوة دي اصلا بتتصنع في مكان اسمه المثلث الذهبي، وده مكان موجود ما بين تايلاند وميانمار ولاوس. وهناك بقى موجود مجموعة او قبيلة معينة من الافيال، مهنتها مش ان هي تجر الاشجار، لكن مهنتها ان هي تعمل لنا قهوة غريبة جدا. وفنجان القهوة الغريب ده وراه شخص اغرب منه بكتير. بليك دينكن شخص كندي قرر انه يسافر يعيش في المثلث الذهبي ويصرف $300,000 على تجربة هو كان مقتنع بيها. هو قرر يطور فنجان القهوة اللي أنا بكلم حضرتك عنه ده بطريقة تبدو غريبة جدا. قرر إنه يمرر ثمر القهوة نفسه داخل الجهاز الهضمي للفيل، والفيل يهضمه ثم يعمل له عملية إخراج حمام، ومن فضلات الأفيال دي يطلع فنجان القهوة ده. طيب الفكرة العبقرية دي يعني غريبة شوية، وجات له منين؟ وهل الموضوع علمي؟ الموضوع علمي بحت جدا، ومفيش فيه أي نوع من أنواع الهزار. وده لأن الإنزيمات اللي في معدة الفيل قادرة إن هي تكسر كل البروتينات اللي داخل ثمرة القهوة، والبروتين ده هو سبب المرارة اللي بتكون في القهوة، والنتيجة يطلع لنا قهوة سلسة ناعمة جميلة جدا اسمها بلاك ايفوري. يعني من الآخر معدة الفيل شغالة فلتر طبيعي جدا للقهوة، بس يعتبر فلتر غالي شوية. طيب قد إيه بقى العملية دي؟ تعتبر سهلة ولا صعبة في صناعة فنجان القهوة؟ شوف يا سيدي، الفيل الواحد لازم ياكل 33 كيلو خام من نبات القهوة أو اللي بيسموه كرز القهوة، كرز البن، علشان يطلع لنا كيلو واحد من الفضلات بعد ما بيتم معالجتها في بطنه. وده رقم كبير جدا، 33 كيلو من كرز البن علشان يطلعوا بس كيلو قهوة واحد. ولو شاغل بالك يعني يا ترى مين اصلا اللي شغال بيلم فضلات الفيل، فما تقلقش، الاهالي هناك في ميانمار وتايلاند ولاوس او منطقة المثلث الذهبي اتفتح لهم منجم ذهب من الوظائف في الوظيفة دي. هو بيلم روث الفيل علشان يتصنع منه فناجين قهوة تتباع الفنجان الواحد ب $150. اكيد طبعا اصدقائنا المهتمين بحقوق الحيوانات، ازاي نعمل في الفيل كده؟ ده 33 كيلو من كرز البن او من خام القهوة، المفروض ان هم يسهروا الفيل طول الليل. الحقيقة ان في مؤسسات هناك خاصة بالحيوانات بترعى الحيوانات دي، وطلعت نتائجها للتجربة وقالت ما تقلقش ابدا، لان لما عملوا اختبارات على معدة الفيل اكتشفوا انه بيمتص الكافيين تماما. يعني معدة الفيل كأنها شغالة محطة ترانزيت بتعمل في صمت، وبتحول لنا 33 كيلو خام الى كيلو واحد من البن الغالي اللي انا بكلمك عنه. وسعر كيلو البن الواحد من بلاك ايفوري بيعدي $1100، وده ما اعتقدش انه موجود عندنا في مصر ولا في المنطقة العربية. والفنجان الواحد بيتباع بس في الفنادق الفخمة فوق $150. والغريب بقى عزيزي المتابع الخلاصة، ان شركات السياحة بقت تنظم رحلات مخصوص هناك لعشاق القهوة علشان يتعمل لهم فنجان فريش من مخلفات الفيل قدام عينيهم. وبلاك دينكن ده اتعرض لانتقادات كبيرة جدا، لكنه لسه مكمل في المشروع بتاعه، وبيقول لك ان انا في حلول 2026 2027 ناوي انه يضاعف انتاجه ل9 اضعاف. واضح ان التجارة فعلا مربحة جدا. فالخلاصة يعني ان البيزنس ده شطارة، حتى لو الشطارة دي هتوديك لحد ورا الفيل. وهي القصة دي بتطرح علينا سؤال وجودي اصلا، هل قيمة الشيء في ندرته وغرابته ولا فعلا في قيمته الحقيقية؟ وهل لو انت ناوي تدفع $150 في فنجان قهوة واحد هتشربه بطريقة امعاء الفيل؟ اكتب لي بقى في كومنت بصراحة، هل لو انت فعلا موجود في مكان بيتباع فيه البلاك ايفوري، وسيبك من سعره $150 معاك او مش معاك، انا عازمك، هتشرب فعلا فنجان القهوة ده
وتحاول تجربه. طيب في النهايه لو انت فاكر ان الموضوع ده غريب وعجبك وشد انتباهك، ما تستنى لما تسمع الاغرب بقى وتعرف حكايه الجبنه اللي بتتعمل من لبن الحمير، وهي اغنى جبنه في العالم ولها مكان خاص في فرنسا بيقدمها ومش اي حد يقدر يشتريها. انا اتشرفت بحضرتك في خلاصه يمكن تكون شدت انتباهك. تنساش تشوف موضوع الجبنه الغريبه جدا اللي بتتعمل في فرنسا. لو عجبك الموضوع اشترك عندي في قناه الخلاصه مع وائل، تابعني على كل المنصات باسم وائل النجار. انا اتشرفت بحضرتك. سلام.